السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده القرنبيط بدون بيض. طبعا اللون الحلو ده هقولك السر في الخلطه، والقرمشه دي طبعا هقولك طبعا سر ان هو يبقى مقرمش وحلو. يلا نبدا كده، بسم الله. اول حاجه معايا قرنبيطه، اهم حاجه وانت بتسلقيها ما يكونش تستوي معاكي جامد طبعا وتتكسر في الخلطه، او ما يكونش طبعا نص سوا. الخليط هيستوي في الزيت وهي هتبقى من جوه مش مستويه. اول حاجه معايا هنا هو كوبايه من الدقيق، 3 معالق من النشا. النشا بقى هيخليها لك مقرمشه وحلوه من بره طبعا. وبديل البيض هيبقى معلقه من الكاري، ومعلقه كده من الملح، وضفت طبعا عليهم التوابل. حباها تبقى سبايسي ضيفي شطه، مش حباها خلاص. انا طبعا ضفت نص معلقه من الشطه، او 3 4 فصوص كده من الثوم. وضفت طبعا الخضره زي ما انتم شايفين، عباره عن بقدونس وشبت وكزبره. شايفين كده اهوت. احطها طبعا في الخلطه، وبعد كده اهوت هضيفها طبعا احطها في الدقيق زي ما انتم شايفين. الدقيق طبعا ضفت معاه معلقه من النشا او معلقتين، هو ضفت معاه ربع معلقه من الملح، وخلطتهم زي ما انتم شايفين كده اهوت. بجد الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة وطعمها حلو، يعني بدون تكلفة. يعني بديل البيض هيبقى معاكي معلقة كده من الكاري، هيديك اللون الأصفر الحلو. وطبعا القرمشة هي معلقة أو معلقتين حسب ما انت هتحطي طبعا النشا. أنا ضفت طبعا 3 معالق، هتديكي قرمشة وطعمه يبقى حلو كمان. طبعا هخلص الكمية وهرجع لكم تاني. شايفين كده بعد ما خلصت الكمية هنبدأ بقى هجيب الطاسة وهحط فيها اضيف فيها الزيت. اهم حاجة وانتي بتسويه ما يكونش الزيت سخن جدا ولا يكون بارد. شايفين كده؟ بجد الطريقة سهلة وبسيطة، واللي عجب الفيديو لحد هنا ما ينسيش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ما تنسوش تشيروا الفيديو لاكبر عدد وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد في قناتي. بجد الاكله دي سهله وبسيطه ومش مكلفه. طبعا بديل البيض حطينا معلقه من الكاري ادانا اللون الاصفر الحلو. شايفين؟ والسلام عليكم.